السلام عليكم أصدقائي. راح نعمل خبز السندويش. عندي كاسة شاي حليب فاترة طبعا، وعندي نص معلقة خميرة، وعندي نص معلقة سكر، وعندي كوب دقيق. راح أحط معلقة وأحرك وخليه 5 دقايق. وهلأ حطيت كفاية الكوب. عندي ربع معلقة بيكنج بودر، ربع معلقة ملح، معلقة زيت. هلأ راح أخلط، وهلأ راح أعجنها. وهلأ راح أحط العجينة ما بين النص ساعة ل 45 دقيقة حتى مكان دافي. وهلأ راح أقسم العجينة 4 أقسام. كورة، وهلأ راح أغطيها لمدة 5 دقايق. وهلأ بعد 5 دقايق راح أفرد العجينة. راح أحطها بالصينية، كمان راح أفرد وحدة تانية. كمان راح أحطها بالصينية، كمان الثالثة. كمان راح أحطها بالصينية. هلأ فردتول، كمان راح أغطيهم. وهلأ ارتاحوا، بدي أدخله للفرن، طبعا درجة حرارة 250. هلأ الخبز صار جاهز عندي. السلام عليكم أصدقائي.